تعالي شوفي الجديد في حلويات رمضان. قد ايه الحلوة دي يا جماعة سهلة وسريعة، وتعمليها دفعة واحدة كده هتنبهري بيها ضيوفك. عبارة عن ايه؟ انا معايا هنا القالب اللي انا بتاع الكيك. اي صينية عندك واي قالب هتشتغلي فيه لازم تدهنيه الاول دهنة كده من الزيت، عشان لما تيجي تقلبيه يتقلب معاكي بمنتهى السهولة. بعد كده جبت لتر من الحليب، حطيت عليه نص كوباية من السكر، وكمان حطيت هنا 3 معالق كبار من بودرة الكاسترد، ومعلقتين كبار من النشا. كمان حطيت نص كوباية من جوز الهند، ولو حابة تستغني عن جوز الهند مفيش مشكلة خالص. ابدأي بقى اخلطي كل الخلطة دي كلها على بعضها كده الأول على البارد، وبعد كده هنرفعه على النار. نفضل نقلب فيه لحد ما يتقل معاكي بالمنظر ده. أول ما يتقل معاكي كده ويبقبق معاكي، نزلي عليه معلقة كبيرة من الزبدة ونقطتين من الفانيليا، وافضلي قلبي فيها لحد ما تسيح معاكي. بعد كده رحت جايه صباه على طول في القالب اللي احنا كنا دهنينه بالزيت. وجبت بقى معايا هنا بسكوت بالشوكولاته، اي نوع عندك ابداي هنا اغرزيه كده في الكريمه دي وهي سخنه، علشان خاطر تجمد عليه كده وهو ايه لما يجي يبرد. زي ما انتم شايفين المنظر ده، اي شكل عشوائي كده اغرزي فيها البسكوت. بعد كده سبتها تجمد في التلاجة لمدة حوالي ساعتين 3. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله اتقلبت معايا بمنتهى السهولة، عشان انا كنت دهنة القالب وزينتها بشوية من الفستق. وده كده شكلها لما قطعتها. شايفين بقى البسكوت باين فيها من جوه ازاي، وطعمها تحفة.